عسلامة عسلامة، صباح الخير صباح النور، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا في خير. أنا في خير ونعمة الحمد لله. نسأل كان على أحوالكم. إن شاء الله يا رب تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة. نهار جديد وروتين جديد في يومياتي، ويلا أعديوا معايا نهار مزيان. اليوم الفطور متاعي خفلف. فطور صيفي، فطور هو بنين. الأكثرية إحنا في الجنوب نطيبوه. كسكسي سريع في ساعة في ساعة يحضر وبنين برشا. نودكم من شاهيكم جربوه وماكمش باش تندموا. فطير صيافي وكسكسي سريع، وصفة سريعة في نهاية جديد. لهنا الوصفة متاعي خذيت كعيبات بصل. الصوص متاع الكسكسي هذيا في ساعة طيب، لا فيها حمص لا قراع لا بطاطا لا حتى شي. هي صوص فيها بصل وطماطم مكعب وفلفل اخضر، وكان عندكم فلفل شايح وهريسة عربي زادا حطو يجي محرحرة. هي في الجنوب نسموها كسكسي صفة، اما هاوكا لهنا نقولوا كسكسي سريع التحضير باش انتما تفهموني. حطيت شوية شوية مش برشا، عندي شوية قديد حطيت له شوية جست على النكهة. هاكا فما شكون يقول قديد فما شكون يقول قديد، كل بلاد ورتالها. احنا في الجنوب نقولوا قديد. حطيت شوية قديد، قليته مع البصل باش يعطيني الريحة البنينة. وحطيت طماطم معجونة، حطيت فلفل أحمر باش يجيني محرحر وبنين. حطيت راس ثوم باهي كبير، وباش نمرق بشوية ماء ونخليه يطيب شوية. وبعد نرمي الفلفل الأخضر متاعي باش يصيب النكهة متاعو ويجيني زادة محرحر. الكسكسي هذايا كسكسي بالصوص في ساعة يطيب ويجي محرحر. هاكا انا ركبت الصوص، وبعد باش نحط الماء في المقفول ونحط الكسكسي يتفور عليه. صدقوني دبارة بنينة بنينة برشا، نودكم وما نشهيكم وفي ساعة تحضر. فما زاد شكون يبدا عندها لوزف تحط فيه زاد بالنسبة للي ما يعرفش لوزف هذاك الحوت الجويد الشايح، هذاك يبنن برشا زاد الكسكسي هذايا ويعطيه نكهة بدينة برشا. غسلت المكفول متاعي باش نحط الماء يغلي ومن بعد نفور الكسكسي. هاكا دورة خفيفة في الكوجينة. نهير معاكم هاكا، نهير تنظيف، نهير مسحان الدار، نهير غسلين الحوايج، نهير نخرج نقضي معاكم. هاكا كل نهيرو كيفاش. نحب نشكر المشتركين متاعي القدم الكل وجدد زادا، مرحبا بكم، شرفتوني ونورتوني الناس الكل. ان شاء الله ربي يخليكم. لي لايك متاعكم على راسي ولا عيني، الكومنتات متاعكم على راسي ولا عيني. ان شاء الله ربي يخليكم ليا ونشكركم برشا على دعمكم الكبير. بعد ما ركبت الصوص هذيك وحطيت الماء متاع الكسكس يغلي، عندي شوية معون هاكا باش نرجعو لبلاصتو كل حاجة، باش نرجعها لبلاصتها. وبعد زاد نغسل المعون الاخر. ان شاء الله يا ربي الروتين هذا يشجعكم ويحفزكم، ويلا اللي عندها ما تقضي في دارها تقوم تتنشط معايا وتقضي كوجينتها وتطيب فطورها وتغسل معونها. هاكا رجعت كل حاجة في بلاصتها. كي نغسل المعون ويستقطر رجعوا كل حاجة في بلاصتها، وكالكوجينة تبدأ منظمة ماهيش داخلة بعضها. وبالطبيعة باش يولي فما معون اخر هاكا زادا نغسلوه. لهنا عندك الكيسان متاع تاي اخضر، طيبت كاس تاي اخضر من نعناع بنين برشا خفيف. هاكا حطيتهم بعد شوية زادا باش نغسلهم بعد ما نحط الكسكسي. لهنا هاني باش نحط الكسكسي باش نحط له شوية ملح وشوية زيت ونعمل له شوية ماء وبعد نحطه ويتفور في الكسكس نتاعو. السفة هذه نزينوها زادا بشوية زيتون مملح. كان تحبوا زادا قسمتوا لها كعيبات عظم زادا نزينوا بيهم من فوق زادا يجيو بنين وحاجة بنينة برشا. اهو كفطير سقادي في ساعة في ساعة، وان شاء الله يا ربي يعجبكم.
هكا هي. والكسكسي بطبيعتو فيه برشا أنواع، هكا هذيا دبرة من الدباير وطبخة من الطبخات الصيفية، حاجة بنينة برشا وما تاخذش منا برشا وقت وفي ساعة تحضر. الكسكسي هذايا زادا وقت البسباس زادا نعملوه بالبسباس الأخضر، والصوص زادا يجي بنين برشا وحاجة بنينة. خليت الكسكسي متاعي يتفور ورجعت لك المعينات متاعي والكيسان باش نغسلهم. هاكا واحد كي يركب الفطور يبدا يغسل وينظم، زادا مش يركب الفطور وهذاك هو يخليها الدنيا حايسه. لا هاكا ننظمو نغسلو المعينات ومطب الفطور كان الماعون مغسول والكوجينه نظيفه وكل حاجه شاده بلاصتها. الدنيا سخونة شوية، رجعت سخنت، ارتفعت درجات الحرارة شوية، أما باللي الحمد لله مشاكل السخانة متاع قبل الحقيقة أهون شوي. هاكا المعونات متاعي غسلتهم سيء، نرجع للفطور متاعي. هاكا الكسكسي يبوخ لهنا، رشيته بشوية ماء ورجعته يفور. الصوص متاعي هيك حاضرة طيبة. الصوص هذه ما تجيش عاقدة برشا وما تجي زادة جارية برشا، تجي هكاكا باهية. وكما حكيت لكم راهي تحب البصل والطماطم مكعب والثوم، تجي حاجة بنينة برشا. الكسكسي والفطور متاعي حضر، ان شاء الله يا ربي تجربوها الوصفة هذه وتعجبكم، وحاجة بنينة برشا. وكما حكيت لكم احنا في الجنوب نطيبوها وتعجبنا ناكلوها سوا في الصيف ولا في الشتاء. شفتوها كيفاش الصوص متاعو تجي، وزيد بالجديد حاجة بنينة برشا، حاجة والله بنينة بنينة ما نحكي لكم. ان شاء الله يا ربي تعجبكم، وان شاء الله يا ربي قسمكم في الجنة. نخلط تكاكا الكسكس متاعي بالصوص، نخليه يتشرب الصوص متاعو. كان فما زادة كويس البن معاه زادة حاجة بنينة. لهنا ساي الفطور متاعي حضر، ان شاء الله يا ربي تجربوها الوصفة هذه وتعجبكم، وصحة وبالشفاء للناس الكل. لهنا نوصل معاكم الى نهاية الفيديو، ما تنسونيش في اللايك، وشكرا للمشتركين متاعي، وان شاء الله يا ربي تشتركوا في قناتي. ومرحبا بكم وانستوني وشرفتوني، والى اللقاء.